في عالم هاري بوتر في كائنات غريبة اسمها السترول. كائنات سحرية مخيفة وليها طبيعة غريبة. شكل السترول أشبه بهيكل عظمي لحصان وليه جناحات زي الوطواط، لكن أغرب ميزة فيه إن محدش يقدر يشوفه إلا لو شاف الموت بعينيه. لو تفتكر معايا أول مرة هاري بوتر شاف فيها السترول كان بعد وفاة سيدريك في مسابقة كاس النار، وعرفنا وقتها إن الكاتب قصده من رؤية هاري للكائنات دي هو تجسيد لكم الحزن اللي جوه هاري. ومع شرح لونا قدرنا نعرف إن هاري شافهم في الوقت ده بالذات لأن محدش يقدر يشوفهم إلا اللي شاف الموت بعينيه. في الأساطير السترول بيمثل فكرة القبول، إنك تفهم إن الحزن جزء من الحياة رغم شكله اللي ممكن يخوف، لكنه كائن مسالم وبيساعد اللي يستحق. هو ملوش أصل مباشر في حكايات ميثولوجيا بعينها، لكن ممكن تقول إنه مزيج بين أكتر من كائن زي بيجاسوس الحصان اللي ليه جناحات، وفكرة إن الكائن رؤيته مرتبطة بالموت وإنه مرشد لمكان ما بتوازي أسطورة شارون عبار الأرواح للعالم السفلي في الميثولوجيا الإغريقية.